لو عجبكم الفيلم ما تنسوش اللايك والاشتراك وانتظروني في أحدث الأفلام المثيرة. دعمكم يهمني علشان استمر. بيبدأ فيلمنا بالزوجين اللي بيكونوا مسافرين من لندن يقضوا أسبوعين في إيطاليا، وده بسبب إن جوزها بيشتغل في فرقة موسيقية وبيحضروا للحفل. وبعد ما بيوصلوا للسكن بياخدها جوزها ويقعدوا في كافيه، وبالليل لما بيرجعوا بنفهم من كلامهم إنهم مش متفاهمين. وتاني يوم قبل ما يروح الشغل عرض عليها إنها تخرج معاه لكنها رفضت، وقضت الوقت تسمع تسجيل لجدتها وكانت بتكتب ملاحظات عنه. ولما حست بالملل خرجت بره وكلمت جوزها وعرفته انها هتزور الاماكن الاثريه. وهنا وقفت شاب وسالته عن عنوان المكان اللي هي عايزه تروح، ولما سابته ومشيت لقيته جه وراها وقال لها انه رايح نفس المكان اللي هي رايحاه. وبنعرف ان اسمه كليب، وبيعرف منها انها اول مره تزور ايطاليا، وحكى ليها انه من سنه جه ايطاليا ومن ساعتها قرر انه يستقر فيها، وانه عايش حاليا مع عمه. وعرفت انه عمره 19 سنه وان اليوم ده هو عيد ميلاده. وبيشد انتباهها ليه اكتر لما سمعته بيقول شعر، ودعاها انهم يروحوا يقعدوا في مكان كويس. وهي وافقت وحكت ليه انها بتكتب قصص تاريخيه. وبنعرف ان التسجيلات اللي بتسمعها لجدتها علشان بتحضر عن كتاب بيحكي عن الحرب العالميه التانية، وسمعته وقتها جزء من التسجيلات. وقالت له كمان انها اتجوزت في سن صغير. ولما بيسألها عن ليها اولاد ولا لأ كان واضح عليها الحزن. وبنعرف من كلامها انها كانت حامل اكتر من مرة لكن حملها في كل مرة ما بيكملش. وبعد ما احتفلوا بعيد ميلاده اخدها بسرعة وطلعوا يجروا من المكان عشان ما كانش معاه فلوس يدفع الحساب. وهي كانت سعيدة ومبسوطة لأنها بتعيش المواقف دي لأول مرة. وبنهاية اليوم طلب منها رقم تليفونها لكنها رفضت. وأثناء ما كانت راجعة للبيت كانت باين على وشها إنها اتأثرت بيه. وما رجعت البيت كان جوزها مشغول بعمله زي كل مرة. وبعد ما صحيت من النوم لقيته سايب ليها رسالة إنه هيقابلها بعد ما يخلص شغله وهيتغدوا مع بعض. وفعلا خرجت بره وقابلته، وفي الوقت ده شافهم كليب بالصدفة وراح ليهم وقالت له جيني انه يقعد معاهم. وجوزها ساعتها اتعرف عليه لكن واضح انه كان مش مستريح له، وعلشان كده قال له انه عنده شغل دلوقتي ولازم يمشي في الوقت ده. وبعد كده كتب كليب عنوانه لجيني علشان لو احتاجت منه اي حاجة. وبعد ما جيني سابت جوزها علشان رايح الشغل ظهر لها كليب فجأة في الطريق وهما ماشيين مع بعض. قال لها انه قضى الليلة امبارح يفكر فيها وبدأ يقرب منها، وهي كانت مستسلمة لكنها فجأة بتتراجع وهجمته واتهمته انه شخص مخادع وبيطارد الستات المتجوزة. وفهمته انه ما يقربش ليها مرة تانية وسابته ومشيت. وبعد ما رجعت البيت كانت مصرة انها تكتب عنوانه قبل ما يتمسح من على ايديها. ومن احساسها بالضعف لما رجع جوزها كانت بتتقرب منه لكنه مشغول عنها كالعادة. وتاني يوم خرجوا مع بعض يزوروا الاماكن الاثرية، لكنها ما كانتش مبسوطة لأن الخروجة بالنسبة لها خروجة عادية ما بيبقاش فيها جو المرح اللي شافته مع كليب. وده خلاها في اليوم اللي بعده تتجرأ وتروح لبيت كليب واخدته معاها وخرجوا مع بعض. وكانت سعيدة جدا وهي بتتفسح معاه لأنها حست معاه بروح الشباب والمرح اللي كانت هي مفتقداه. واعترفت ليه إنها بتحبه وإنها كمان سعيدة معاه، وقضى طول اليوم هناك عملوا عسل من القشطة يعني. والصبح لما رجعت البيت كان رد فعل جوزها غريب، واكتفى انه عرفها انه كان قلقان عليها وخايف عليها. فقالت له انها زهقت وخرجت تتمشى طول الليل. وفي الوقت ده كانت عايزة تعترف ليه باللي حصل لكنه مهتمش انه يسمعها حتى، وقال لها انه هو ماشي عشان متأخر على الشغل. وبنشوف بعد كده انها استمرت في علاقتها مع كليب وبتخرج معاه كل يوم، واتكررت الايام ومع الوقت بتبعد عن جوزها اكتر واكتر. وفي مرة كانت مع كليب في البحر وقال لها انه هيسافر مع اصدقائه فرنسا وعرض عليها انها تروح معاه. وفي اليوم الاخير ليهم في ايطاليا اتكلمت مع جوزها عن علاقتهم وانها حاسه انهم بعاد دايما عن بعض في كل حاجه، لكنه قال لها انه بيحبها. بس هي فاجئته انها عارفه انه دايما بيفكر انه يكون اب وده حلم عمرها ما هتقدر تحققه. وهجمته انه عمره ما سأل عليها، وحتى في الايام الاخيره ما سألهاش عن سبب غيابها عن البيت، وكان نفسها تحس بغيرته عليها. ووقتها اعترفت ليه انها على علاقه بكليف، ولكن كل اللي كان فارق معاه انها لسه عارفاه من فترة قصيرة. ولما قالت له انها هتسافر مع كليب وهتسيبه وقتها حس بالغيرة وغضب، لكنه بعدها رجع اعتذر لها عن غضبه وده ضايقها منه اكتر. وقالت له انه المفروض يغضب ويهاجمها اكتر لكنه اصلا في الحقيقة ما بيحبهاش. وبعدها ادالها تذكرة السفر وقال لها انه بعد الحفلة هيكون في محطة القطر وتقرر هل هتختار ترجع معاه ولا هتسافر فرنسا مع كليب. وبنشوف بعدها انها في بيت كليب وكان معاها شنطة السفر، وكان واضح
من حزنه انها قررت تسيبه وتمشي وودعته وخرجت من بيته، وفي الوقت ده كان جوزها مستنيها في محطة القطر، واول ما شافها كان سعيد انها اختارته، لكن ظهر بعد كده انها اختارت ما تكملش مع كليب عشان فرق العمر ما بينهم، وبرضه قررت ما تكملش مع جوزها اللي ما بتحسش منه بأي اهتمام، وقررت انها تدور على الحياة اللي تخليها سعيدة. وبيخلص الفيلم على كده، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك، دعمكم يهمنا علشان نستمر.